طب يا جماعه، هل الراجل مدمن الاباحيه او الست مدمنه الاباحيه وحشين قلالات الادب؟ لا خالص. قال لي ان كان سبب دخوله الاباحيه هو فيلم في السينما عادي كان بيتعرض على روتانا سينما تحديدا، والفيلم ده تحديدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أيها الفام العظيم، وحشتوني، أو في مقولة أخرى والله اشتقنا. في البداية نصلي على حبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بص، هو تحول شوية إن احنا هنبقى بنتكلم عن الإباحية، وتحديدا عن إدمان الإباحية، مش المشاهدة، مش إنك مرة كل سنة كده ده بيحصل، لا احنا بنتكلم عن إدمان الإباحية. خلينا ندخل معاك في الحلول على طول، وما ابدأش من أول الإباحية إنها صناعة وإنه فيلم وإنه تمثيل وان اللي بيحصل ده مش حقيقي، وقد ايه الستات اللي في الافلام دي بتتعرض لتعذيب غبي هم نفسهم اتكلموا عنه. مش هتكلم عن الصناعه دي بتصرف عليها تقريبا فوق 6 مليار دولار، لان ده مش هيساعدك في العلاج. بس خلينا نتكلم ان في البدايه ربك قادر على كل شيء، فانت انوي ان النيه دي لله، وان حتى مشاهده الفيديو ده هو جانب من جوانب توبتك. يا رب انا بشاهد الفيديو ده يمكن الاقي فيه حل، لان انا مش عايز اعمل الذنب ده. الحاجه الثانيه، مفيش شماعه تعلق عليها ذنب الاباحيه. انا عارف الاباحيه ممكن تكون بسبب مشكله وانت صغير، عارف الاباحيه ممكن تكون بسبب تاخر الزواج، وللاسف ده حاجه انت فاهمها وهي غلط، هو ملوش علاقه تاخر الزواج بالاباحيه. بس خلينا نكمل لان احنا هنشرح ده قدام. ما ينفعش برضو تبقى شماعه الاباحيه ان كل الناس بتعمل ده. كل الحالات الاباحيه ملهاش شماعه، مفيش حاجه هتعرف تعلق عليها الذنب ده، مفيش حاجه هتعرف تيجي تقف قدام ربنا وتقول له يا رب انا عملت الذنب ده عشان كذا، او عامه مفيش مبرر. طيب الاباحيه بتدخل بيوتنا منين، او بتبدا ازاي الاباحيه، او انا بنساق ازاي للملف ده؟ يعني لفت نظري ان من ضمن الرسائل او من احد الشباب واحنا بنتكلم قال لي ان كان سبب دخوله الاباحيه هو فيلم في السينما عادي كان بيتعرض على روتانا سينما تحديدا، والفيلم ده تحديدا بيقول لي هي دي اللي بدات الدوامه كلها، هي دي اللي كانت سبب في رحله انا خرجت منها بعد 4 سنين. الاباحيه ممكن تتحرك جواك بمشهد كادر في فيلم جاي لممثله في وضع ما، في تقليب كده على السوشيال ميديا، سكرول كده. طب احنا ليه اصلا بنروح للاباحيه؟ هو عامه الادمان وخاصه ادمان الاباحيه انت بتهرب له كنوع من المخدر او كنوع من الحل الزائف. يعني ركز على الزائف دي ليه بقى؟ انت بتكون في الم وفي ضغط وفي كبت، في حاجات، في حوارات كتير قوي، مشاكل كتير قوي انت مش عارف تحلها، فبتسيبها زي ما هي، ما تحلهاش، وبتروح تتخدر بالاباحيه، بتاخد المسكن بتاع الاباحيه، هوب عليت نزلت تاني، المشاكل ما اتحلتش، انت زي ما انت، ولكن انت ضفت عليهم مشكله جديده لسه هشرح لك ابعادها كمان شويه. الشاهد ان الباب بتاع الاباحيه ممكن يكون مدخل صغير. على فكره بالمناسبه انا مش جاي اكلمك عن غض البصر الا انه ضروري وهام وسبب مباشر، ده ابو الاسباب. هو انت لو ما بصيتش يعني مش هتدخل السكه دي. فاطلاق البصر وعايز اقول لك على حاجه، بس البصه هتسال عليها، كل بصه يا فرماو، كل بصه يعني الواحده، يعني ربنا عز وجل هيسالني في كل بصه، في كل بصه، وليه؟ يعني كانت نظرتك لفلانه ليه؟ احنا مش حمل السؤال ده، بس انا مش جاي اتكلم عن الموضوع ده، انا جاي اتكلم عن حاجه ثانيه. انا مش جاي اشيلك بالذنب واحسسك بمقدار الذنب اللي انت بتعمله، لان انت شايله بالفعل، انت بتندم، انت بتتضايق. انا جاي اكلمك في الموضوع بشكل مباشر، ويلا بينا نحل. الموضوع بيبدا معاك وانت لسه ورور كده، او انت يا جماعه الكلام للاثنين، يعني الكلام للولد وللبنت، الكلام هيبقى في الفيديو ده للولد وللبنت. فلما اتكلم مع الولد بصيغه الولد انا بكلم البنت برضو عادي بنفسي، يعني خدوا الكلام على نفسكم. المهم ان انت اول ما تبدا تبلغ بتحس ان لازم اباحيه، بس هو مش لازم. طب لازم بقى اتجوز والا لازم لا، هو مش لازم. الدايره بتاعت الاباحيه ما هي الا اختيار. الاباحيه حاجه، الجواز حاجه تانية خالص، وهنعرف دلوقتي الفرق بينهم، وان في بينهم فروقات شاسعه جدا لدرجه ان هما الاثنين ما يتقارنوش ببعض، ولدرجه ان مدمن الاباحيه بعد ما بيتجوز للاسف بيحس ان الجواز ملوش لازمه مقارنه بتاثير الاباحيه عليه خالص، بل وما بيستمتعش بالجواز، بل وبيطلب، ممكن الموضوع يوصل لطلاق، بل وركز فيها ان هو بيسيب زوجته الحقيقيه
ويروح للصوره او الفيلم او المشهد. يبقى من عند النقطه دي نعرف كده ان وانت 17 سنه 18 سنه 19 سنه 20 سنه ايا يكن الوقت اللي انت هتتجوز فيه فما فوق ملوش علاقه خالص بالاباحيه. كون انك تبدا اباحيه ملهاش علاقه بانت متجوز ولا لا، بانك هتتجوز كمان قد ايه ملهاش علاقه بالجواز اصلا. دي اول فكره غلط لازم نشيلها من دماغنا. يا فرماوي ازاي؟ هشرح لك ازاي. دلوقتي اللي بيدخل في الاباحيه واللي كان الباب بتاعه هو مجرد صوره او فيديو او مشهد في فيلم او مسلسل بيتعرض للاسف في بيوتنا، لما بيدخل في الدوامه دي بيقعد يرتقي وبيقلب بين الاشكال بسهوله لدرجه ان 90% مش عايز اقول يعني رقم جزافا يعني، بس اللي منكم بيشوف اباحيه لو شاف المشهد مرتين او شاف مثلا نفس الفيلم مرتين ما يحسش باستثاره. ايه الجديد؟ ففكره الاباحيه هي هتفضل دايما بتحفزه لان في جديد، فعمال يطلع بالمستوى، عمال يطلع بالمستوى لدرجه ان بقت الحاجات الطبيعيه ما تجذبوش، لا تثيره. طب فرماوي ابدا اطلع من الدايره دي ازاي؟ يعني خد الموضوع على رجولتك شويه، ده في البدايه بس خد الموضوع على رجولتك شويه. اولا لازم تكون عارف ان الساعه او الفيلم اللي انت شايفه ده هو كذب وتمثيل. مش عارف انا ليه عملت الحلقه دي، المهم يا رب يا رب اكتبها في ميزان حسنات يا رب، نيه لله. الحاجه الثانيه ان انت شايف راجل بيمارس الفعل ده مع ست عجباك، مع ست انت نفسك تبقى معاها، انت اكيد مش هتتفرج على ست مش عاجباك. فانت ازاي بتقبل يا راجل انك تبقى شايف راجل تاني بيمارس الجنس مع واحده عاجباك؟ ده رقم واحد خلل لازم تقف عنده، حتى لو انت مش واخد بالك منه، لا اقف عنده، اقف عنده خد بالك منه. تاني حاجه المقارنه، انت كده كده هتقع في فخ المقارنه، هتقارن نفسك بيه، ولما تبقى مع زوجتك هتقارنها بكل الستات اللي انت شوف، مش بواحده، هتقارنها بكل الستات، ومفيش واحده هتبقى كل الستات، مفيش واحده هتبقى رفيعه وكيرفي ومش عارف ايه وايه وبلوند وسمره وبيضه، مفيش واحده هتبقى كلهم. فدي مشكله تانية. المشكله الثالثه انت هتقارن ادائك بادائه، فانت هتحس انك متضايق. يعني انت هو ساعه هو بيمثل، بس ساعه انت في الحقيقه. وهنا عندنا مشكله كبيره شويه، ان وانت في ادمان الاباحيه انت مجرد مشاهد، لكن في العلاقه الزوجيه انت الشخص، انت الزوج. تقول لي يا فرماوي دي مشكلتها ايه يعني؟ هشبهها لك بمثال بسيط جدا. انت راجل بتحب تتفرج على الكوره، هل هيبقى ادائك في اللعب زي قعدتك وانت بتتفرج؟ قولا واحدا، وانت بتتفرج شايف ميسي وهو عمال يتحرك ما بين اللعيبه وبيعمل، انت هنا متفرج. لكن لما بتنتقل الى الاداء بتنسى خالص ان ده كان تمثيل، تنسى خالص ان دي صناعه تصرف عليها فلوس عشان تطلع لك بالشكل ده، فتبدا انت تتضايق ويحصل عندك مشاكل تانية جنسيه. المشكله التانية او الثالثه انا مش فاكر يعني عدد المشاكل، ان زوجتك هي زوجتك بس. طب في الافلام لا، انت في الافلام بتختار الممثله دي مره والممثله دي مره والممثله دي مره، وعمال تعلى بالليفلز وعمال تشوف حاجات مختلفه وعمال، فبالتالي هنا في طريق طويل قوي، وهنا دي زوجتك وانت بتقارنها بيهم كلهم. انت بتقارن زوجتك بصناعه الاباحيه بالكامل، انت بتقارن زوجتك بكل ممثلات الاباحيه، فبالتالي الزواج ده بيفشل يا بتدور على واحده ثانيه. والاهم من ده بقى ان الزوجه ساعتها مش هتكون وسيله، او ان انت مثلا بتعمل معاها العلاقه الحميميه بحميميه بان هي مراتك، بان انت بتحبها، لا، هو مجرد تفريغ. ومع الوقت فضل انك ترجع تاني للعاده السريه مش لزوجتك. فنرجع هنا لنقطه مهمه جدا جماعه، الزواج حاجه وادمان الاباحيه حاجه تانية. كونك في منطقه ادمان الاباحيه لازم تتعالج منها قبل الجواز. كونك في منطقه ادمان الاباحيه لا يعني ان انت لما تتجوز هتبقى تمام، عشان في ناس بتصبر نفسها بده، مستحيل. طب فرماوي انا راجل متجوز مش متجوز 17 سنه 25 سنه، ماذا افعل حتى لا اقع في فخ الاباحيه؟ وخاصه ان انا كل ما اقلب على تيك توك الاقي حاجه، كل ما اشوف بلوجر الاقي حاجه، كل ما افتح التلفزيون الاقي حاجات. فماذا انا بفاعل؟ التريجرز يا صديقي، العوامل المحفزه. يعني ايه العوامل المحفزه؟ دلوقتي في حاجات بتزقك لفعل معين، وليكن هل هتقدر تمارس العاده السريه او هتقدر تعمل الفعل ده وانت مع الناس؟ مستحيل. واهلك في البيت حواليك؟ مستحيل. وانت متدغدغ وهلكان ومش قادر وهتموت وتنام؟ مستحيل. فاول حاجه لازم ورقه وقلم وتمسك كده وتكتب بجد ورقه وقلم وتقول انا بعمل الفعل ده امتى؟ لما بكون لوحدي، لما بكون لوحدي بالليل، لما بكون لوحدي وبعد ما اشوف محفز ما وليكن بقى على السوشيال ميديا او ايا يكن، ولما تجتمع الشروط دي مثلا واكون في وضع كذا، لما يكون مثلا محدش موجود في البيت. فتجمع مثلا 6 أو 7 عوامل، اول ما يتوافروا انت قطعا بتعمل كده
حتى لو ما عندكش النيه انك تعمل كده. فالحل في المشكله دي يا صديقي انك تكسر العوامل اللي بتوصلك للادمان. فرماوي لا انا هبقى قد العاده السريه وانا قد الادمان ومش لازم اكسر، يعني انا عادي ابقى لوحدي وما اعملش حاجه. كذاب، مش هتعرف، مستحيل. بص يا صديقي، الحرب اللي انت فيها دي لازم تعرف فيها حجم عدوك كويس قوي. فالادمان هو مش عدو صغير ومش عدو انت تقدر عليه او مستقبلا هتقدر عليه. امال ده عدو تعمل معاه ايه؟ تجتنبه. اعتبره الاعور الدجال، لو شفته في حته امشي من الحته الثانيه. فانت بتعمل ايه؟ انت بتقطع كل الوسائل اللي تقربك ليه. قاعده لوحدي؟ لا، ما اقعدش لوحدي، انا دايما مع ناس. جدول اسبوعي كله مليان. وحاجه كمان يا جماعه مهمه جدا، لازم تبقى على الجروبس والاماكن بتاعه التوعيه الخاصه. يعني في جروبات يا جماعه لعلاج مدمنين العادات السريه والاباحيه، ادخل مع الجروبات دي. في صفحات كتير ومنظمات كتير بتتكلم عن ده، ادخل معاهم. طب المده اللي انا اتعالج فيها قد ايه؟ مينيمم 100 يوم فما فوق، يعني اللي هم بيقولوا على 90 يوم فما فوق، 3 شهور فما فوق. ليه بنقول 90 يوم فما فوق؟ لان في حاجه منتشره كده، لو انت 90 يوم هتبطل اي حاجه. لا، هو انت ممكن تاخد معاك اكتر من 90 يوم، فيعني ما تربطش نفسك ب 90 يوم، ممكن 90 يوم او اكتر. طب فرما انا وقعت، قوم وتوب تاني، ده متاح، ده مقبول، ده اوبشن وارد جدا. كل ما تقع قوم تاني. وقعت في الذنب قوم استغفر وتوب. في قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: ما من مسلم الا وله ذنب يعتاده الفين بعد الفين. انت كده كده كراجل مسلم لازم عندك ذنب تعتاده الفين بعد الفين، لحد ما ربنا يتوب عليك منه. طب يا جماعه، هل الراجل مدمن الاباحيه او الست مدمنه الاباحيه وحشين قلالات الادب؟ لا خالص. ما عندهمش اخلاق يعني فسده؟ لا. وعايز اقول لكم ان دي من اصعب الحالات، ان انت تبقى حد كويس جدا واخلاقك حلوه جدا وبيرفكت، راجل ما فيش منك وست ما فيش منك، ولكن في جدار كده فاصل مخليك مش عارف تتكلم مع حد او تبقى وسط جروب. عشان كده دايما اغلب الجروبات بيكون عليها اكونتات فيك وبنتقبل ده. اغلب المواقع زي تقريبا صفحه واعي او الجروبات اللي هم بتوع اللي بيساعدوا يعني على الادمان الاباحيه، لو كتبت سيرش على فيسبوك هتلاقي كتير قوي، بس يعني اغلبهم بتلاقي اكونتات فيك كلهم متقبلين ده. ليه؟ لان عارفين ان انت مع الناس حاجه حلوه جدا، بس انت مع نفسك بتضعف. بيحصل هنا المشكله، فهم متفاهمين ده. فانت لو رايح باكونت فيك انت متقبل، ولو رحت باكونتك العادي محدش هيطلع يقول يا جماعه. طيب الحاجه الثانيه، لازم يكون في برنامج تعافي. مدمن برنامج تعافي لازم. اعتمدت على الله ثم على نفسك، اوكي. اعتمدت على الله ثم على نفسك وحد مختص معاك، اوكي، على حسب حالتك، على حسب المرحله اللي انت فيها. لكن يا جماعه، مدمن الاباحيه هو مش فاسد اخلاقيا، هو مش قليل ادب، هو ما ترباش، هو مش كل دول. وغريب ان انا اقول كده على فكره. يبقى احنا قلنا خطوات العلاج: اشوف السكك اللي بتدخلني واقطعها نهائي. اللي انا ما اعرفش اقطع غيره. يعني انا مش عارف ابطل سكرولنج على فيسبوك، ماشي، بس هعرف ابطل اقعد لوحدي. طب مش عارف ابطل اقعد، لا، هقع ولوحدي جري على الجروب. جماعه انا لوحدي وبتجيلي افكار، اعمل ايه؟ هتلاقي الف حاجه. المهم تهرب، ما تواجهش الوحش اللي هو ما بيتواجهش. الوحش ده مش للمواجهه. انت لو هتطلع من الفيديو ده كله بمعلومه واحده بس، الا وان وحش الاباحيه مش للمواجهه، لازم تهرب منه، فهذه ان شاء الله تعرف تبني عليها. هتهرب منه باصحاب، هتهرب منه بالجروبات اللي انا قلت لك عليها، جروبات التعافي، هتهرب منه ببرنامج تعافي او مختص، هتهرب منه بشغل وقتك، هتهرب منه انك ما تبقاش لوحدك. تهرب منه، وزي ما قلت لك، وقعت قوم تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.